القدره تضرب كل شبر فيك يا مصر، تضرب بحر البقر، تضرب قنا، تضرب وتهدد بضرب السد العالي. عشان كده كان اوامر وقرار السيد الرئيس انور السادات للقوات المسلحه عدوا شرق القناه وتمسكوا بالارض اللي هتحرروها واللي متفق عليها وامسكوا فيها، ما حدش يرجع منها حتى لو شبر واحد، وانا بباقي القوى الدوله الشامله هستعيد هذه الارض. وكان عنده وعده. اما القوات المسلحه نجحت يوم 14 اكتوبر بعد 8 ايام من القتال ان تصل الى عمق ال 12 كيلو. اشمعنى 12 كيلو؟ عشان المصريين يبقوا عارفين لان حائط الصواريخ المصري اللي موجود غرب القناه كان يغطي السماء شرق القناه 12 كيلو فقط، وخروج القوات من حائط الصواريخ اطار حائط الصواريخ يعرض القوات البريه لليران القوات الجويه الاسرائيليه. عشان كده حرمنا اسرائيل من ايدها الطويله اللي كانت بتسميها ذراع اسرائيل الطوله، وخلينا قواتنا داخل حائط الصواريخ اطار حائط الصواريخ ل 12 كيلو. تحقق هذا الامر ولم تتحرك قوات الجيش الثاني والجيش الثالث من مواقعها شرق القناه، حفرت في الارض واستقرت، ورجوعها كان على جثه اخر واحد ممكن قوات اسرائيل تعدي. حتى لما القوات الاسرائيليه عدت غرب القناه يوم 16 وعملت الثغره، وقفت جولدا مائير قالت لقد وضع جيش الدفاع الاسرائيلي اقدامه في افريقيا، لم يهتز الجيش الثالث ولم يخرج من مواقعه وظل ثابت في اماكنه. ويوم ما استشعرت اسرائيل ان مصر تتحرك بالجيش الثاني والجيش الثالث والقوات غرب القناه لاغلاق الثغره وتدمير القوات الاسرائيليه غرب القناه بالكامل، جري هنري كيسنجر يوم 6-7 نوفمبر وجي قابل الرئيس السادات وقال له اوقف اللي بتخططه واسمح للقوات الاسرائيليه ان تعود شرق القناه. قال له يقينا الرئيس السادات قال له بمناسبه ايه؟ القوات دي انا ضمتها، كل القوات اللي في الجيب غرب القناه انا ضمتها للجيش المصري. قال له اسمح سياده الرئيس بعودة القوات ولك ما تريد. كان السادات واعي قوي ومدرك قوي ويعلم كيف يؤدي المهمة وكيف يحقق مهمة مصر. قال له هستعيد سينا بالكامل. قال له هترجع؟ قال له وبلا نقطة دم جديدة إلى شهيد واحد، مش هطلع طلقة تاني. إذا أمريكا ضمنت هذا الأمر، قال له أمريكا بتضمن كل مطالب الرئيس السادات وكل مطالب مصر.